تحول للتحقيق يا اخواني، تحول للتحقيق زي ما تحول للتحقيق. خلص الصلاة بالله عليك، بالله عليك، وحده لك الله يا اسلام، لك الله يا اسلام، لك الله يا دعوة، لك الله لك الله من اهلك ايضا الدعوة، لك الله من اهلك. انت مش عايز تخطب، انت خلاص هتخطب بقى، خلاص بس انت بقى عشان تخطب بقى، انت بالله عليك انت عشان تخطب بس عشان تخطب. تعال شويه بقى، استهدى بالله كده عشان تخطب، استعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، استعذ مش هتخطب انت نفسك بقى عشان تخطب، ممكن تقعد، ممكن تقعد انت بس عشان ترتاح شويه. اقعد شوف اقعد بس انت نفسك كده وقول نفسك عشان تعرف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. إنما أنت مذكر لست عليهم ما يمكن يشتغل المؤمنون عند وعودهم، المؤمنون عند وعودهم. إن علينا حسابهم. الله أكبر. هذه صلاة غير جائزة، هذه صلاة غير جائزة، هذه صلاة غير جائزة، خلاص يا بابا، هذه صلاة غير جائزة يابا. بقى شيخ فوزي، الناس هتضحك علينا. خلاص يا شيخ فوزي، اغتصبها مني. بس خلاص بقى، أنا مكلف من العقاب. مش عارف تعالى افتح شويه، مفيش كرسي يا جماعه هنا. افتح شويه يا شيخ فوزي. انت اكبر من كده بالله. قول لنا بقى يا شيخ فوزي اللي حصل. أنا إمام بالأوقاف. ايوه لا سمحت يا أخوان، أنا إمام بالأوقاف. شغل الكاميرا الثانيه يا اسف. وكلفتني مديرية أوقاف بورسعيد، كلفتني مديرية أوقاف بورسعيد بأداء خطبة العيد في مركز شباب الزهور. تمام. ايوه. ومضيت إقرار بذلك أن أكون مسؤول عن المصلى وعن الخطبة. ففي ليلة العيد جاءني اتصالات كثيرة تحذرني أن في جماعات ستقف لي عند الصلاة تمنعني من الصلاة، وهؤلاء جميعا خلفهم الشيخ منعم، لأنه أراد أن يخطب العيد. سيبه يتكلم وليك وجهه نظر نصورها تاني. أراد أن يخطب العيد وأن يصلي، وهو في صلاة عيد الفطر أيضا صلى مكان الإمام المكلف بالصلاة. ترتب عليه تحويل الإمام إلى التحقيقات في الوزارة، وسوف يعني يكون له جزاء كبير. أنا راجل مكلف من الأوقاف، وده شغلي وظيفتي، وجاي معايا عندي شغل. عربيه، انا معايا عربيه. أنا أروح القسم. طب ما الرقم يا باشا، ما الباشا انا وصلت عربيه. أجيب الحذاء، أجيب الحذاء. هيجيب الحذاء ويجي ده. حد يجيبوا له؟ اه بيجيبوا له. أنا راجل مكلف من الأوقاف بصلاة العيد والخطبة. لا ياسر راح يجيب الحذاء. منعاني الشيخ منعم، منعاني الشيخ منعم. لماذا؟ ليه؟ عشان يقف يقول الكلمتين دول. والله يا أخي، والله يا أخي ما كان هناك سبب للصلاة، كان من الممكن أن ننهي الصلاة دون أن تؤدى إلى هذه الفتنة. الصلاة سنة، وتوحيد كلمة المسلمين فرض. يا شيخ فوزي قلنا نغلق المكان ولا